الدكتور سيد أحمد الهاشمي، أستاذ جامعة ننجرهار في أفغانستان في بلاد الشرقية، خريج من جامعة بشاور في باكستان، دكتوراه تحت عنوان رسالتي الإمام أبو حنيفة بين السنة والرأي، والنائب لعلماء المنطقة الشرقية بمجمعها تقريبا 4 ولايات الشرقية في أفغانستان، وعضو في مجمع تنسيق العلماء الأفغانستان المركزية، ومؤسس لدار العلوم ومدرسة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو بالمستوى العالي، ونائب لجمع لأساتذة في الجامعة في ننجرهار 500 بروفيسور وأساتذة في الجامعة. أنا نائب لوحدتي هناك في أفغانستان، والآن جئنا إلى هنا وحول السود حول الربا وأثرها السيئة على الفرد والمجتمع لرسالة، ورسالتي في تجويد، ورسالتي في الطب والإسلام، وكمان رسالة صغيرة في القراءة والتجويد في رواية حفص، مخطوطات إلى الآن ما أعطينا للطبع. والآن جئنا لهذه الحفلة بدعوة من جانب مكتبة الهاشمي. المدارس في أفغانستان قسمين: قسم مسجل مع الدولة، مدارس رسمية ولها نصاب حكومي، وقسم مدارس حر ويدرسون هناك المنهج القديم. وهذه المدارس كمان كثيرة في أفغانستان، يعني أكثر من 5,000 مدرسة في أفغانستان، وكلهم يعني يعملون في نشر العلوم الشرعية. يعني المدارس الخاصة غير الحكومية أكثر. لكم معلوم في مدارس الخصوصية والأهلية غير حكومية خصوصا هم يركزون على حفظ المتون وشرح المتون القديمة، وما في شك أن العلم في متون القديمة، وكل واحد من الرجال الأكاديمي في الجامعات وفي المدارس وفي مراكز العلم كلهم لازم يرجعون إلى المتون القديمة، والمدارس لهم تركيز كثير على متون القديمة، ويحفظون المتون في شرح، وهكذا منهج في مدارس أفغاني، لأن الشعب الأفغاني معظمهم على مذهب الحنفي، إذا منهجهم على فقه الحنفي أكثر بالنسبة من المذاهب الأخرى، يركزون على فقه المذهب الحنفي والحديث، وهكذا بداية يبدأون منهج على الأطفال والأولاد من الإعدادية إلى الثانوية على العلوم الآلية مثل النحو والصرف والمنطق والمعاني، وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. ثم بعد ما يصلون إلى الدرجة العالية يدرسون كتب الفقه مثل الفقه لإمام مرغلاني هداية، بيو وشفعة في المستوى العالي، وصحاح الستة والطحاوي. وهذا خلاصة يعني أعطيت لكم المنهج مختصرا. بعضهم الذين هم ما سجلوا مدارسهم مع الحكومة، يعني الحكومة لم تعترف على شهادتها، ولكن بعض المدارس الذين هم سجلوا المدرسة مع الحكومة رسميا في وزارة التعليم لهم خيار 20% يستطيعون أن يضعوا في منهجهم على حريتهم، ولكن 80% عليهم
أن يطبقوا منهج الحكومة. وبهذا السبب بعض المدارس على طبيعة الشعب وعلى طبيعة الطلاب لم يسجلون مدارسهم مع الحكومة، وبهذا السبب لن تعترف الحكومة ببعض الشهادات، وببعض الشهادات تعترف الحكومة، يعني مسجلة مع الحكومة خصوصيا، مصارف والرواتب يعطي شخصيا للطلاب، ولم تساعد الحكومة معها، ولكن شهادتها معترفة، كأن مدرستنا مدرسة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذه مسجلة مع الحكومة مع وزارة التعليم، ولكن في النصاب نحن حر. مثلا حتى في الصف الرابع عشر نحن ندرس الموافقات للشاطبية حتى في بعض الجامعات في نصابهم في منهج دكتوراه، ولكن يدرسون لدينا مثلا في صف رابع عشر، وهكذا تربية وتوزيع في أصول الفقه معروف يدرسون هناك. يعني نحن حر في منهجنا، نستطيع مثلا نطبق منهج الحكومة 60% و40% نحن نستطيع بحريتنا نضع المتون القديمة قبل الظهر وبعد الظهر، ليس مشكلة إن شاء الله. مدرسة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أول مدرسة أسست في ديار الهجرة قبل 39 سنة، في ديار الهجرة في باكستان للشعب الأفغاني وللشباب الأفغاني، ما كانت مدرسة للمهاجرين هناك، وهذه المدرسة أسست أول مرة للمهاجري الأفغان في بشاور، وخدماتها منذ تقريبا 39 سنة، يعني أكثر تقريبا. وفي ذاك الوقت تقريبا من 25 دولة من الشباب الإسلامي الذين هم جاءوا وشاركوا في وقت الجهاد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، هم كانوا يدرسون الشباب في هذه المدرسة، وحتى تخرج من هذه المدرسة أكثر من 2000 طلاب، خاصة من شعبة تحفيظ القرآن الكريم، ومن مستوى العالي تقريبا بحدود 500 طالب تخرجوا من المستوى العالي والتحقوا بالجامعات الحمد لله. أنا أقدم نصيحة للعلماء وللشعوب وللحكومة بالتقريب بين العلماء وبين الشعب وبين الحكومة وبين المدارس. أنا أنصح أن ينحلوا هذه المشكلة بالتفاهم، وأحسن أن تعمل مدارس تحت إشراف الحكومة مع بعض حرياتهم في مناهج التعليم المدارس الخصوصية. وهذه البعد بين العلماء الذين يتخرجون من مدارس الخصوصية وبين الحكومة وبين مدارس المسجلة مع الحكومة، هذا تنتهي بعد التفاهم، وسيكون فضاء التعاون فيما بينهم، ويؤثر على الشعب وعلى الحكومة وعلى البلد. هذا نصيحتي إن شاء الله.